تامر حسني فلت من مقلب رامز جلال، كان هيقع في ورطة كبيرة والضيوف اللي كانوا معاه في الحلقة مفاجأة، بس هو قرر ما يكونش موجود. وحمادة هلال وأحمد فهمي دفعوا فلوس عشان يكونوا في البرنامج مع رامز. يا ترى ازاي تامر قدر يفلت من مقلب رامز؟ ومين اللي كانوا معاه في المقلب؟ هل تامر حسني طلع أذكى من رامز جلال؟ في الفيديو ده حكاية جديدة من حكاوينا، يلا بينا أقول لكم عليها في الفيديو ده. اللي حصل ان تامر حسني كان المفروض ان الحلقة بتاعته تتعرض النهاردة وياكل الترند من الكل، بس اللي حصل كان عكس كده خالص، فلت من المقلب وقدر يكون الحصان الكسبان في كل الضيوف اللي وقعوا في المقلب لحد دلوقتي. ده اللي ظهر من حلقة النهاردة في رامز جاب من الآخر، واللي كان ضيوفها حمادة هلال وأحمد فهمي. طبعا كلنا شفنا الحلقة دي وإزاي الكل أشاد بيها، وشافوا إزاي حاتي الفن ومداح الدراما المطرب المخاوي وقعوا في المقلب. شافوا أحمد فهمي حرفيا خاف بشكل مرعب، إنما حمادة هلال كان كاريزما كده ما تتوصفش، وحرفيا ما تهزش ولا خاف من أي حاجة، عنده كمان كمية قبول مش طبيعية. بس أحمد فهمي ذكي جدا ولا وقع، وحمادة هلال كمان ما فرقش معاه فخ رامز، هو ذكي جدا بس خواف. هنا بقى يجي دور تامر حسني لما رامز جلال قال لأحمد فهمي مين المطرب الأفضل اللي يقدر يتجه من الطرب للتمثيل ويبقى ناجح أكتر من التاني، هل حمادة هلال ولا تامر حسني؟ فأحمد فهمي سكت، وبرضه سبقه حمادة هلال لما فلت من سؤال كده برضه من بتوع رامز. بس لقطة جامدة إن تامر حسني ما يحضرش في الحلقة دي. مش بس كده، ده كمان حمادة هلال كان هيتورط مع تامر حسني وطلع ناصح برضه. أصل رامز في البداية قال له أنت زعلان إن تامر حسني أخد منك أغنية؟ راح حمادة هلال قال له لا والله أبدا أنا مسامح، والجمهور قال عليه ده أطيب من بهاء سلطان. جمهور كبير تفاعل مع الحلقة دي وقال إن تامر حسني كان المفروض يكون في الحلقة دي ويتصدر الترند ويبقى نمبر 1 لما اسمه يجي في البرنامج، بس حظه إنه وقع مع أذكى اتنين. رامز معرفش يورطهم في الجو بتاعه ده، وأكيد الحلقة دي من أحلى الحلقات برضه، وده عشان حمادة هلال نجم مسلسل المداح السنة دي محقق نجاح كبير جدا للسنة الرابعة على التوالي. حمادة هلال وقع في فخ صعب قوي لما البنطلون بتاعه اتقطع في البرنامج، كان عاوز يغير هدومه من عند رامز بس هو فاجئه وقال له خد من اخوك فهمي. مش بس كده، ده الاتنين غنوا كمان ورامز كان مبسوط بغناهم وبيلحنوا اغنيته كمان. رامز جاب من الاخر وهوب راح مغفلهم ووقعوا من على الكوبري، وبعدها لما غنوا له تاني رامز كان بيرقص وبيقول ايوه، وفكرنا بالبلوجر شادي ايوه اللي بيعمل فيديوهات على التيك توك مع جدته، وبقى رامز ايوه. المشهد اللي ملوش زي بقى ان حماده هلال واحمد فهمي اتقلبوا في ساعتها هما الاتنين في البرنامج. ازاي يعملوا كده في الضيوف معرفش، وكده الاتنين يكونوا اول ضيفين يدفعوا فلوس وهما في البرنامج وقت المقلب. ايه رايكم بقى في حلقه رامز جلال وحماده هلال؟ وهل تتمنوا تشوفوا تامر حسني في ضحيه رامز جلال في يوم من الايام؟ شاركونا برايكم في التعليقات.